السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وزي ما انتم شايفين كده معايا حضرنا السحور الجميل اللذيذ. طبعا هو ما كانش سحور، هو كان فطار لينا، بس انا حبيت ان انا اعمله لكم بس بطريقة حلوة وسهلة وخفيفة وفي متناول الجميع. ما بلاش بعزقة كده، وخلينا نعمل فطار سهل وخفيف، وفي نفس الوقت نعمل اللي احنا هناكله واللي احنا حابين ناكله، ما نعملش اي حاجة وخلاص. هناكل بتنجان وهناكل الفول. ده الفول اللي كان في التلاجة انا سبته لما فك خالص، وبعدين ابتديت ان انا اعمله. يعني مثلا لو هتاكلوه بالليل هتطلعوه من الصبح لو هو في التلاجة. حابين بقى تشتروا جاهز وطازة من بره، مفيش مشكلة. طبعا قطعت بطاطس، محبتش بقى اجيب تفاصيل التقطيع وكده، مش وقت هو للفيديو وخلاص. لا، انا عايزاكم بس تاخدوا فكرة، والفكرة يكون فيها افادة. زي ما انتوا شايفين انا بعمل البتنجان مقلم كده، يعني البتنجانية بالطول بقشرها بالطول 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 كده، جنب بعيد عن بعض متفرقين بس. واحمر البطاطس نص تحميرة زي ما انتوا شايفين كده، اطلعها فاتحة. واول ما اطلعها فاتحة كده طبعا هشيل الطاسة خالص، وهجي بعد كده هقلي البتنجان. الطاسة ممكن تقدروا تشيلوها تسيبوها تبرد، بعد ما تبرد تقدروا تحطوا البطاطس تاني. بس انا هقلي البتنجان طبعا الاول. طلعت البطاطس، اول حاجة قليت البطاطس، هي بتاخد وقت. قليت البطاطس، بعد ما قليت البطاطس شلتها نص قلية، نص قلية شلتها كده، وحطيت البتنجان. والبتنجان اتحمر معايا. حابين بقى تغمقوه، حابين تفتحوه براحتكم. بتنجان انا مش هحط عليه اي حاجة، طبعا مناديل. بتنجان انا كنت مقطعاه وحاطه عليه رشة ملح، مش حاطه عليه اكتر من كده، وهو بينزل المية بتاعته في قلب الصينية. مش بحطه في مصفى ولا اي حاجة، بحطه في الصينية. هي نسبة الزيوت اللي فيه بتبقى خفيفة جدا. هو طبعا هو كده كده مقلي في الزيت، بس بتبقى نسبة الزيوت اللي فيه خفيفة. بعتذر لكم لو صوتي واطي، عشان في ناس كتير بتشتكي من الصوت الواطي. وزي ما انتوا شايفين بعد ما حطيته نزلت بالبطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وقعدت اقلب. لازم ايدينا تبقى فيها. طبعا البطاطس دي ما كانتش بطاطس تحمير، البطاطس دي كان فيها طينة. البطاطس اللي بتبقى تحمير اللي بتبقى مرملة. واقلب البطاطس، ايدي تبقى فيها على طول باستمرار. مادام قليت البطاطس للتاني مرة ايدي لازم تكون فيها عشان اقلبها، عشان تاخد كلها لون واحد. لو الزيت مغطي البطاطس تمام، سيبيها تتحمر كلها تحميرة واحدة، مش هتقلبيها غير تقليبة واحدة او اتنين. لكن لازم ايديك تبقى فيها باستمرار، عشان خاطر البطاطس ما تتحرقش او تنشف. البطاطس بتطلع اللون اللي انت عايزاه، يكون رايق وجميل زي ما انت حباه. وزي ما انتوا شايفين طبعا الزيت سخن، انا هستغنى عن الزيت خالص على جنب. بسخن الفول. الفول انا كنت مسخناه، بس حبيت ان انا اسخنه تاني. وتركايه بسيطه بحطها على الفول بتخلي طعمه لذيذ وحلو قوي. واعملوه بالطريقه اللي تريحكم. انا حبيته بالطعم ده وعملته كده، عشان لما نيجي نصوم السحور يبقى خفيف علينا، ما يبقاش تقيل. اعملي اللي انتي حباه عشان خاطر تبقي سريعه فيه، تقدري تحضري السحور. في ناس كتير بتبقى شايله هم السحور، لكن طول ما انتي مرتبه هتعملي ايه بتبقى الدنيا سهله وبسيطه وخفيفه. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت الدقه اللي انا حطيتها على الفول، اللي بقول لكم طعمها جميل دي، كانت لا، الميه بتاعت الليمون المعصفر اللي انا بخلله. الميه بتاعت الليمون المعصفر اللي انا بخلله، برش معلقه او اتنين، وما بحطش ملح، بحط كمون بس، ما بحطش ملح خالص. بقول لكم البطاطس كانت حلوه وجميله. بقول لكم تعالوا شوفوا بقى معايا، انا حطيت عليه زيت ذره. اللي حابب زيت حار يحط، اللي حابب طحينه يحط براحتكم. انا حبيت ان انا اعمله كده بالطريقه دي خفيفه. قلت هنا بقى افتكس، انا جايبه لانشون بقى، افتكس بقى. معرفتش افتكس، الافتكاسه فشلت. دي بقى انا هاكلها، دي ما تترميش، دي تتاكل. طبعا ما يصحش، بعد ما كان شكلها جميل ابتدت تفك لوحدها. طبعا كميه اللانشو كانت قليله، لو كانت اكتر كانت هتثبت والشكل كان هيبقى جميل.
بس والله معلش بقى، النصيب كانت كده. بس تقدروا تقطعوا خيار، تقدروا تقطعوا طماطم، اقول لكم مش حلوه، ديسلايك على طول. طبعا الجبنه بتاعتنا السهله الجميله البسيطه، الجبنه القريش اللي عملناها سوا مع بعض، جبنه في منتهى الجمال، جبنه حلوه جدا. والله لو جربتوها بالطريقه اللي انا عملتها هتحبوها جدا. نرجع نقول زي ما انا قلت لكم، الفول بتاعنا كان جميل وسهل وبسيط، ما فيهوش اي تعقيدات، يا دوبك فك وسخنته، وتقدروا تحطوه في ميه سخنه لو مستعجلين، او في الميكرويف لو عندكم، بس ما تحطوش على النار، يعني الكيس حلو كده. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.